السلام عليكم. اليوم رجعت لكم ثاني بقصة واقعية جديدة، نتمنى تعجبكم. الناس اللي اول مره كيشوفوا قناتي اشتركوا عندي وفعلوا الجرس باش وقت ما حطيت شي قصة جديدة طلع لكم. المهم، مولات القصة كتقول: بدات قصتي فاش كان في عمري 22 سنة. كنت عايشة مع خوتي وبا اللي كان شوية كبير في العمر. امي توفات مسكينة الله يرحمها فاش كنت صغيرة، ما عقلتش عليها بزاف. خوتي كانوا كلهم كبار عليا وانا اللي كنت صغيره فيهم، لكن لا خدمه لا ردمه، ما كانوش كيخدموا، كانوا كيعرفوا غير الدوران والماكله والنعاس، ما كيهتموا لا بيا ولا بابا. باختصار ما منهم حتى فايده. من الفقر اللي كنت عايشه فيه كان الحلم ديالي ديما نقرا ونتخرج ونخدم، على الاقل باش نبدل شويه في حياتي، خصوصا انني كنت انسانه متفتحه وطموحه وكنبغي نعيش الحياه. المهم وقف معايا الله ورضات الوالدين وكملت قرايتي الحمد لله، بالرغم من الصعوبات والحكم اللي كنت عايشة فيه بسبب خوتي. خدمت في رملية في واحد السبيطار، وقلت واخيرا غنتهنى من الفقر وقلت الشي اللي انا عايشة فيها. ولكن للاسف الواقع المر اللي لقيت هو ان خصتي كلها كياخدوها ليا خوتي، كيعطوني منها شي حاجة بسيطة، يلا كنصرف منها شوية على راسي وشوية على با، اللي كل مرة كيخصني نديه للطبيب ندوز ليه، وكل مرة كيخصني نجيب ليه الدواء زائد على ماكلته. ولكن صراحة واخا هادشي كامل كنت مهلية في راسي مزيان، كنت انيقة وكنت هلا في شعري وكنت هلا في البشرة ديالي، واخا بحوايج بساط. اللي شافني ما يقولش عايشة الفقر ولا عايشة في دار دايرة كي الخربة. المهم، انا في شخصيتي كنت متحفظة بزاف على حياتي، ما كنتش اجتماعية بزاف وما كنتش كندير صداقات. البنات اللي خدامات معايا ديما دايره حدود بيني وبينهم، علاقتي بهم كتنتهي مني كنخرج من الخدمه حتى كنرجع ليها تاني. وحده فيهم هي اللي كانت مره كتجي وكتجلس معايا، كتقول لي كتعجبيني بالهدوء ديالك وباينه فيك متخلقه ومتربيه. كانت ديما كتبغي تقربني منها وكتبقى تعاود لي على حياتها وحتى على الاسرار ديالها، ولكن انا ديما غامضه، كتبقى تهضر تتعيا، كنجاوبها غير بابتسامه خفيفه وصافي. عمري ما عاودت ليها على الظروف ديالي اولا على خوتي اولا على دارنا بصفه عامه. هي باينه عليها كبره في الخير من لباسها وتليفونها وتا من دارهم، حيت مره كتوريني تصورهم في تليفونها. انا كنت محرجه من راسي وحياتي اللي عايشه فيها، ما عندي حتى حاجه نفتخر بها اولا نهضر عليها. واش نهضر على خوتي اللي كلهم سكيريه وتا واحد فيهم ما خدام، اولا با اللي مريض، اولا دارنا اللي ما فيها ما يتشاف. حتى من الطفوله ديالي دوزتها اصعب طفوله بلا ام. الحاجه الوحيده اللي كنت كنفتخر بها هي قرايتي اللي كملتها، حيت كانت هي الامل الوحيد اللي كان عندي واللي خلاني نتمسك بالحياه ونتفائل باللي كل شيء غيتبدل. الكبير في خوتي كان كيديني في الصباح للخدمه وفي العشيه تاني كيرجع يجيبني رجلي على رجليه. واحد النهار ساليته ما جاش. البنت اللي قلت لكم عليها كانت عندها طوموبيل، حلفات قالت لي تتوصلني. انا صراحه ما بغيتهاش تديني، حيت انا ما راضيه لا بدربنا ولا بالدار ديالنا، مستحيل نخليها تشوفهم. ولكن كنت مصره وحلفت ما تخليني وراها. رضيت بقضاء الله وقلت لها واخا ماشي مشكل. مشيت معاها، عطيتها سميت واحد الحي قريب من البلاصه اللي انا ساكنه فيها، على الاقل زوين هو ونقي شويه. وصلتني وهبط، بقات واقفه كتسناني ندخل. دخلت اول عماره بنت ليا قدامي، سديت الباب تاع العماره وتسنيتها حتى مشات، خرج وكملت على رجليا للدار. ديما كانت عندي عقده وبسبب هادشي ما كنبغي نتعرف على حتى شي واحد، كنخاف من هاد المواقف بحال هكا حيت انا ما كنرضاش. المهم داز داك النهار، رجعت تاني للروتين والخدمه. حتى لواحد النهار كتجي عندي هاد البنت وكتقول لي بغيت نقول لك شي حاجه وبغيت نتشاور معاك في واحد الموضوع. قلت لها اييه مرحبا. قالت لي شوفي راه عنده خويا باغي يتزوج ان شاء الله وكيقلب على شي بنت الناس مناسبه، وصراحه ما بانتش ليا شي وحده احسن منك، الا قبلتي راه ما يخصك معاه حتى خير. صراحه بيني وبينكم فرحت، ولكن في نفس الوقت فشلت حيث تذكرت الواقع ديالي. قالت لي حددي لي راشي نهار اللي نجيو عندكم فيه باش نخطبوك وتشوفيه ويشوفك، وتا الا عجبتيه وعجبك كنتمناو لكم غير الخير. قلت لها واخا نسول با ونرد عليك. كنت حيره
عندي حرب بين عقلي وقلبي. مرة نقول علاش لا، شنو فيها، انا زوينة وقارية وما ناقصني والو، وإلا كاع عرفوا بالواقع ديالي شنو فيها. ومرة تاني كنقول لا، مستحيل يتخيلوا حياتي في شكل ويشوفوها تاني في شكل اخر. قررت وقلت غنرفض، مستحيل نصغر راسي قدامها وتجي وتشوف دارنا وتشوف خوتي والحياة اللي عايشينها. على غد ليه مشيت للخدمة، قلت ليها غير سمحي ليا، البارح صليت صلاة استخارة ومرتاحيتش. تفاجأت من هضرتي وقالت لي انت كتقولي هكا وتشوفها باقي ما شفتيش. نعلي الشيطان، هذا غير الوسواس اللي فيك. نظرت فيها قلت لها راني قلت لك ما ارتاحيتش صافي، ومشات وما بقاتش كتكلمني وديما كتحاول تجنبني. باغي يجي واحد الوقت غيتزاد عليه الحال، ما خليت فين دوزت ليه وما خليت دواء ما عطيته ليه، ولكن بلا فائده. وصل اجل وتوفى. انا غنحس براسي السند الوحيد اللي كان عندي مشى ليا. واخا كان مريض، على الاقل مني كنرجع من الخدمه كنبقى نهضر معاه وكنعاود ليه على نهاري كي داز. واخا ما كانش كيهضر بزاف، ولكن ولفت ندخلو ونلقاه في بلاصتو. دخلت في اكتئاب حاد وظلامت الدنيا في وجهي. حسيت براسي ضايعه بين خوتي اللي ما كيرحمونيش والدنيا اللي صعيبه في جميع الجوانب. تغيبت على الخدمه مده 15 يوم. سديت تليفوني وما بقيت كنهضر مع حد. مني حسيت براسي شويه حليت التليفون ولقيت كلشي كيسول عليا، من الاطباء ومن الفرمليات كلهم. قلت لهم با توفى ليا ويقدر ناخذ كونجي. الاخت اللي قلت لكم حتى هي سولات، صيفطات ليا وقالت لي راه بغيت نجي نعزيك في باك. هاد المره صيفط ليها لوكاليزاسيون ديالي وبلا ما نفكر. مني با مات ما بقات كتهمني لا نظره الناس ولا الهضره ديالهم عليا. جات عندي وكنت ملاحظه مزيان الاستغراب ديالها في وجهها. قلت لها هذه هي حياتي وهذا الشيء اللي عطا الله. ضحكت ضحكه خفيفه وقلت لها تناقض كبير بين المظهر ديالي والعيشه ديالي ياك. ضحكات وقالت لي على هالحمقى القيمه ديال الناس في الوضع ديالهم والمعيشه ديالهم. راه قيمتك في اخلاقك وتربيتك، انا اعتبرتك بحال اختي وشاركت معك اي حاجه متعلقه بيا وبعائلتي. شافت فيا وسولاتني واش بسبب هاد الشيء رفضتي خويا يجي عندكم للدار. قالت لي صراحه صدمتيني، ما توقعتهاش منك. المهم دا الشهر على مود تبا وليت كنثق فيها، وليت كنعاود ليها على حياتي وعلى خوتي. صراحه عمرها ما تخلت عليا لا ماديا ولا معنويا. بسببها وليت قويه وثائقه في راسي وما بقى كيهمني حتى واحد. خوتي غيجي واحد الوقت قرروا انهم يبيعوا الدار وتمحنوا بزاف باش لقاو الشاري، حيت الدار كانت قديمه بزاف وتا الحومه ماشي شي حومه نقيه. ولكن المفاجاه اننا فاش هزينا ورق الدار نشوفوهم لقينا باللي با كتبها ليا في سميتي. هنا خوتي غيزيدوا يحقدوا عليا اكثر من الاول، وكل واحد فيهم كيطلق هضره بحال السم. انا بكيت ماشي بسببهم او لا بسبب هضرتهم، بكيت على با اللي فكر فيا وعرف باللي خوتي ما غيعقلوش عليا موراه. قالوا غادي تبيعي الدار وغتحطي الفلوس فوق الطبله كلهم، وإلا ما حطيتيهمش ذنوبك على راسك. انا خفت منهم ومن التهديدات ديالهم. عاودت هادشي لصاحبتي، قالت لي هذه هي الفرصه باش تبعدي عليهم، بيعي وشدي حقك وشري غير بيتو كوزينه وبعدي منهم. بعت الدار وكل واحد خدا نصيبه، وبقات لي حاجه قليله. كريت دويره صغيره قريبه لخدمتي وكملت حياتي بعيده عليهم وعلى الظلم ديالهم. تفرقنا وكل واحد ملهي في حياته، بحال كانوا كيتسناو غير يموت با باش يديروا داكشي اللي بغاو. صاحبتي رجعت حلت معايا الموضوع ديال خوها. قلت ليها واش عاودتي لي على كلشي، واش قلتي لي عليا كلشي، واش عارف الظروف ديالي. قالت لي احنا العائله كامله ما كتهمناش حتى حاجه من داكشي اللي في بالك، من غير انك تكوني مربيه ومتخلقه وبنت اصل. المهم البنات فكرت تعييت ولقيت باللي صعيب تجيني مازال فرصه بحال هادي، وكيف ما كان الحل وحدانيه صعيبه والعمر غادي وكيفوت. وافقت، هضرت مع واحد عمتي عاودت ليها كلشي. قالت لي نمشي عندها لدارها باش نستقبلوا الناس عندها تما في الدار. علمت خوتي حتى هما واخا عارفاهم كي دايرين، ولكن محتاجه عائله تكون معايا في هذا الوقت. حددنا النهار وجاو الناس، كانوا ناس راقيين وواعيين ما شاء الله.
مت خطيبي حسيت بها التعامل ديالها معايا شويه بارد، متكبره عليا شويه، ولكن قالوا لي هذا هو الطبع ديالها. المهم داز كلشي بخير وعلى خير. عمتي مسكينه ما قصرت معايا في حتى شي حاجه، واخا كون كانوا والديا كان غيكون الوضع مختلف، ولكن حتى هي مسكينه ما قصرت في حتى حاجه ودارت داكشي اللي عليها وكتر. قررنا نديرو العرس مورا 3 شهور، وجدت فيهم كلشي، وحتى نفسيتي كانت مرتاحه ومستعده نبدا صفحه جديده في حياتي. هو صراحه كان انسان ظريف وسخي ما شاء الله، واي وحده تمنى بحاله. لقيت فيه حوايج كثيره كنت كنفتقدهم، لقيت فيه السند، ولقيت فيه خويا وبا، لقيت فيه عائلتي كامله ديما معايا في الحلوه والمره، كيهتم بيا. حسيت باللي ربي عوضني على كاع الحزن اللي عشته في حياتي. تزوجنا وسكننا قراب لدارهم، كنت كل نهار كنمشي عندهم وكنجلس معاهم. خالتي ما تبدلش التعامل ديالها معايا، ديما بارده معايا في التعامل ديالها، ولكن حاولت نتقبلها، ما كانش عندي مشكل. تقبلتها كما هي وتعايشت معاها، وحتى هي هكاك ولفتني وولفتها، ولينا مزيانين. ولكن المشكل ديالي مع خوتي اللي ما قدرتش نتهنى منهم ومن المشاكل ديالهم. كانوا كل مره كيجيو يطلبوا الفلوس، كانوا ديما يطيحون في احراج مع راجلي، ولكن كان متحملهم على قبلي. جا واحد الوقت اللي حطيت ليهم حد وقلت ليهم عمر شي واحد مازال ما يجي عندي للدار، اللي بغى شي حاجه يتصل بيا، وراجلي ما عمركم تقربوا ليه او لا تهضروا معاه او لا تتصلوا به. الحمد لله على كل حال. فين كنت وفين وليت؟ نتمنى من صدي ربي يرزقني الذريه الصالحه ويهدي خوتي على الطريق الصحيح.